ايه هي انواع الماسكات المختلفة وازاي اختار اكتر نوع مناسب لبشرتي ولاحتياجات بشرتي. كمان ازاي وامتى اطبق الماسك وازاي اخد منه اكبر استفادة ممكنة. لو عايزة تعرفي الاجابة على كل الاسئلة ديت تابعي معايا الفيديو. اهلا بيكي في فيديو جديد من فيديوهات بيوتي باي ان او انتي اجمل مع نورة. انا نورة وحابة ارحب بيكي. لو دي اول مرة تشوفي فيديو ليا يا ريت تنضمي لينا وتدوسي على علامة الاشتراك تحت الفيديو، وجنبها دوسي على علامة الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد اول ما ينزل تقدري تشوفيه قبل اي حد تاني. وكمان لو الفيديو عجبك ما تنسيش تدوسي علامة لايك اسفل الفيديو. النهاردة جايبه لكم 4 انواع من الماسكات. عايزين نعرف ايه استخداماتها وازاي بنستخدمها وامتى نستخدمها، وهل هي مناسبة للبشرة الجافة ولا البشرة الدهنية، ولا ازاي اقدر ان انا اختار النوع المناسب لبشرتي من كل الماسكات اللي موجودة في السوق. اول حاجة هقولها هو ايه هي الاربع انواع للماسكات. النوع الاول هو ماسكات الطمي. ماسكات الطمي اللي هي بيسموها كلاي ماسك. يعني لو شفتوا انا جايبه لكم امثله. دولت الثلاثه كلاي ماسك. بيعملوا ايه؟ بيعملوا حاجات مختلفه، كل واحد فيهم بيعمل حاجه مختلفه. ده مثلا بتاع اوريجينز، ده كلاي ماسك بالفحم النشط، ده مخصوص للبشره الدهنيه شديده الدهنيه كمان لانه بينشف جدا الوش. لكن اصحاب البشره الدهنيه يقدروا ان هم يستفيدوا منه في ان هو يقلل ويتحكم في كميه الزيوت اللي بتفرزها البشره. ده ماسك من فريمان، وزي ما انتم شايفين مكتوب عليه ان هو انتي ستريس، يعني ماسك بيريح البشره. ده بالطحالب البحريه، لكن هو برضو ماسك طمي. عايزه اوري لكم شكله من جوه. ادي اهوت، بصوا بيبقى عامل زي المعجون كده اهوت. دايما ماسكات الطمي يا جماعه عامله زي المعجون. وده كمان ماسك طامي، ولكن ده ماسك طامي للتخلص من سموم السموم المترسبة على البشرة. اسمه ديتوكسيفاينج. اوكي، بشجرة بالشاي الاخضر، بالشاي الاخضر وبالافوكادو. ف ممكن اصحاب البشره الجافه لو حابين ان هم يستخدموا النوعيه دي من الماسكات اللي هي ماسكات الطمي، يقدروا ان هم يجيبوا الحاجات اللي زي كده. لكن بنصحهم ان هم يبعدوا عن الماسكات اللي فيها فحم، لانه الفحم النشط فعلا بيسحب كل الزيوت من البشره. فمش بنصح خالص اي حد عنده بشره دهنيه بشره جافه او حساسه ان هو يستخدم ماسكات الطمي اللي بالفحم. لكن يقدر يستخدم ماسكات الطمي الديتوكسيفاينج او المرطبه. في بعضها ماسكات مرطبه، وفي كمان الماسكات اللي هي بترجع النضاره للبشره. النوع الثاني من الماسكات هو الماسكات المرطبة، وده بيبقى هدفها الأساسي هو الترطيب فقط لا غير. وبالتالي من اسمها كده نعرف انه البشرة الناس اللي عندهم بشرة دهنية مش محتاجين الماسكات دي، لكن اكتر ناس محتاجينها هم اللي بشرتهم حساسة وكمان اللي بشرتهم جافة. من ضمن الماسكات ديت انا جايبه لكم المثال دوت. مثلا عايزه اوري لكم قوامه من جوه بيبقى عامل ازاي. قوام الماسكات دي من جوه بيبقى عامل زي الكريم بالظبط يا جماعه، الكريم التقيل. بصوا عامل زي الكريم التقيل، زي الزبده اهيت. ناعم جدا على البشره. ده بتستخدميه بان انت بتحطيه على بشرتك وبتستني 10 دقايق وبعد كده بتغسليه بالميه. النوع الثالث من الماسكات منتشر جدا، وانا بحس يعني انا شخصيا بحبه لان هو ليه فايدتين. اول حاجة هو بينظف المسام تماما من اي رؤوس سوداء. تاني حاجة الفايدة نفسها بقى بتاعت الماسك. يعني مثلا دوت الماسك بتاع مية الذهب والكولاجين. ده البيل اوف
ماسك، وهو ده النوع الثالث من الماسكات اللي انا عايزه اكلمكم عليها، بيل اوف ماسك، اللي هو بيبقى عباره عن ماسك بتحطي اهوت، بيبقى في صوره زي الجل شويه كده اهوت، اهوت لو انتوا شايفين زي الجل. اوكي، بتفرديه على وشك بالتساوي وبتسيبيه ينشف. بعد ما بينشف بيكون طبقه متماسكه. الطبقه المتماسكه ديت بعد ما خلاص بتنشف تماما تماما، في العاده بيقعد من ربع ساعه لتلت ساعه، بتشيليها من تحت لفوق، بتشيل معاها كل الاوساخ المترسبه على البشره، بتشيل معاها كمان الروس السوداء اللي موجوده هنا هوت، لو عندك هنا هوت، لو عندك اي مشاكل او حبوب من الحبوب الناشفه كمان بتتشال مع النوعيه دي من الماسكات. النوعيه دي من الماسكات هي اكتر الماسكات المناسبه للبشره الدهنيه والعاديه والمركبه. اصحاب البشره الجافه مش بنصح قوي ان هم يستخدموا النوعيه دي، لان هي صحيح ما بتنشفش البشره، لكن هم بيكونوا محتاجين اكتر ترطيب، فانصحهم ان هم يستخدموا الماسكات المرطبه. النوع الرابع والاخير اللي معايا النهارده هو السليبنج ماسك، او الماسك اللي بتحطيه وانتي نايمه، تحطيه وبتنامي بيه وتصحي تاني يوم تشطفي وشك وبتلاقي وشك يعني مختلف تماما. دايما يا جماعه السليبنج ماسك بيبقوا عاملينها من مواد مغذيه جدا، ففعلا لما بتفضل على بشرتك طول الليل وتصحي الصبح تغسليها بميه عاديه، بتلاقي وشك فارق جدا جدا جدا. في انواع كتير جدا من السليبنج ماسك، لكن يمكن من اوائل الماركات اللي عملت السليبنج ماسك هي ماركات مستحضرات الجمال الكوري، ومنها طبعا لاناش. الماسكات دي بتبقى زي الجل بالظبط، البشرة زي الكريم الجل، عارفين القوام اللي هو بين الكريم وبين الجل كده اهو. البشرة بتمتصها بكل سهولة، وانتي اصلا بتحطيها على بشرتك وبتدعكيها بحركات دائرية كده اهوت، وتسيبيها شوية لحد ما البشرة تمتصها تماما، كأن مش هيكون عليها اي حاجة، يعني مش هتشوفي اي بواقي من الماسك على وشك. وبعد كده تقدري تخشي تنامي، وتاني يوم الصبح تشطفيها بمية فترة عادية جدا من الحنفية. هتلاقي يا جماعة في فرق كبير حصل في بشرتك. الماسكات ديت الميزة كمان اللي فيها ان هي مناسبة لكل انواع البشرة. حتى لو انتي بشرتك دهنية تقدري تختاري ماسك خفيف ما يكونش قوامه تقيل من السليبنج ماسك، وتاني يوم تصحي تلاقي وشك منور وزي القمر. الماسكات الناس اللي عندها البشرة الجافة طبعا تقدر تستخدم الماسك دوت، وفي رأيي المفروض ان هم يوم بعد يوم يستخدموا الماسكات السليبنج ماسك دي، لانها بتدي ترطيب عالي جدا للبشرة، وبتصحي تاني يوم فعلا بتلاقي وشك منور. كمان اصحاب البشرة الجافة يقدروا ان هم يستخدموها من مرة لمرتين كل اسبوع، مفيش اي ضرر منها. عاوزة اقول لكم على ازاي احنا المفروض ان احنا نطبق الماسك، او الطريقة الصح لتطبيق القناع او الماسك. لازم قبل ما اكون بطبق الماسك لازم اكون غسلة وشي بالغسول بتاعي، ويفضل ان انا اكون عاملة تقشير كمان بالسكراب او الصنفرة او المقشر اللي انا بستخدمه، لان انا كده بهيئ البشرة قوي انها تمتص المواد المغذية اللي موجودة في الماسك. بعد المقشر بحط تونر، لازم احط تونر عشان برضو يقفل المسام. انا مش عايزة الدهون او المواد الدهنية اللي جوه الماسك تدخل جوه البشرة تخرب لي بشرتي. انا عايزة البشرة تمتصها ببطء وعلى فترة، على طول ما انا فترة حاطة طول ما انا حاطة الماسك على بشرتي تكون البشرة بتمتص شوية بشوية، مش مرة واحدة كل المواد تروح داخلة على الخلايا فبالتالي تعمل لي حبوب. فعشان كده لازم استخدم تونر بعد المقشر، وبعد التونر مش محتاجة احط كريم مرطب، هحط الماسك على طول. وهشوف بقى اذا كنت هستخدم كلاي ماسك او ماسك من ماسكات الطامي،
هستنى. في العادة ماسكات الطمي بتقعدي بيها 10 دقايق وبعد كده بتشطفيها. لو هتستخدمي ماسك من الماسكات المرطبة برضو بتقعدي في حدود 10 دقايق وبعد كده بتشطفيها بمية عادية. دايما الماسكات بنشطفها بمية عادية. ولو هتعملي سليبنج ماسك يبقى هتشطفي تاني يوم الصبح. ولو هتستخدمي البيل اوف ماسك او القناع اللي هو بيتشيل، اللي هو بينشف على الوش وبيتشيل، ده هتقعدي بيه في العادة من 15 ل 20 دقيقة وبعدها هتشيلي وبعد كده تقدري تحطي الكريم المرطب بتاعك. ده كان الفيديو بتاع النهاردة. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. ولو عايزين تعرفوا ايه الروتين الاسبوعي بتاعي في العناية ببشرتي هسيب لكم لينك الفيديو قديم شوية لكن هو كان فيه بالتفصيل كل حاجة انا بستخدمها في الروتين الاسبوعي من ماسكات وسكرابات وكل حاجة. اشوفك الفيديو الجاي. لو الفيديو عجبك ما تنسيش دوسي علامة لايك وشير لكل اصحابك واشوفك المرة الجاية. باي باي.